ده واحد من أجمل وأنظر وأفضل وأتقن التماثيل في الحضارة المصرية كلها. تمثال القاء للملك حور، الملك رقم 14 من الأسرة 13، يعني من 3700 سنة فاتت. القاء في المعتقد المصري القديم تعني القرين بمصطلحاتنا الحالية، وهو عبارة عن كيان مستقل عن الشخص بيصاحبه طول حياته وبيمده بالحماية والصحة والحظ، ويحميه من الشر والسوء طول حياته لحد ما يموت. عشان كده المصري زي ما بيعمل لنفسه تماثيل بيعمل لقرينه برضه، وبيحتفظ بيه في قبره عشان يبعث معاه للعالم الآخر بعد الموت. التمثال ده لازم يكون مثالي للشخص من شباب ورشاقة وحيوية. التمثال مصنوع من خشب الأبنوس، والناموس اللي واقف فيه مصنوع من خشب الصنوبر، والتمثال متكون من 15 قطعة متركبة في بعض